ب4 حبات بطاطس بس وأقل من نص كيلو صدور فراخ هنعمل غدا جديد ومختلف طعمه خطير، والصينية دي كلها هتتاكل في ثواني. هنجيب 4 حبات بطاطس كبار نحاول ننقيهم كلهم مقاس واحد على قد ما نقدر يعني، ومعلقة كده هنقورها من النص بالشكل ده. وبعد كده هنجيب نص كوباية من زيت الزيتون أو أي زيت موجود عندنا، هنضيف عليه نص معلقة من الملح والزعتر والكركم، هنقلبهم كويس قوي مع بعض. وهناخد الخليط ده ندهن بيه البطاطس وشها وظهرها عشان لما تدخل الفرن تطلع كده مستوية واخدة كلها لون ذهبي حلو. لو مفيش كركم ممكن نستغنى عنه عادي، ممكن نستبدل الزعتر بفلفل اسود. هندخلها فرن سخن على رف في النص درجة حرارة متوسطة لمدة 20-25 دقيقة. في الوقت ده نكون حضرنا الحشوة في طاسة سخنة فيها معلقتين كبار من الزيت، هنزل بنص كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح رفيعة زي بتاعة الشاورما بالظبط. هدي للفراخ صدمة، مش ههدي النار خالص لحد لما تاخد كده من سخونية الطاسة. وهنتبل بمعلقة صغيرة من كل حاجة: ملح، فلفل اسود، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، ونص معلقة من الكركم عشان تدينا لون حلو. هضيف كمان معلقة كبيرة من بهارات الفراخ أو المرقة الفورية اللي موجود، وهنقلب كله مع بعض لحد لما الفراخ توصل معانا للون والشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلو أوي كده. هانزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، وهاضيف كمان معلقة صغيرة من هريسة الشطة اللي أنا عملتها معاكم. انتوا عارفين مش باستغنى عنها في أي أكل، بس ممكن طبعا دي اختياري لو في أطفال. هقلب كله مع بعض، ومجهزة عندي فلفل ألوان متقطع برضو مكعبات صغيرة، ونسيبها بس دقيقتين 3 كله يتشرب من بعض. إضافة أخيرة: لو عندكم زيتون مخلل اللي هو محشي جزر ممكن نقسمه نصين ونضيفه على الحشوة دي، بيخلي طعمها خطير بجد. وكده خلاص الحشوة جاهزة معانا، مش قادرة اوصف لكم طعمها وريحتها عامل ازاي. ممكن كمان نعملها باللحمة المفرومة لو مش عندنا فراخ. طلعنا البطاطس من الفرن زي ما انتم شايفين استوت 3/4 سوا كده، هنحشي بيها الشاورما اللي احنا عملناها. عايزة اقول لكم ده نص كيلو فراخ او نص كيلو صدور فراخ وما استخدمتوش كله، لسه باقي شوية كتير. هنعمل لها بقى صوص بشاميل خفيف: معلقة كبيرة من السمن عليها معلقتين كبار من الدقيق، ممكن نعملها بزبدة عادي. هندوب الدقيق في السمن كده بالشكل ده. هانزل عليهم ب3 كوبايات من الحليب بالتدريج، يكون الحليب دافي مش ساقع، وباقلب كده لحد لمّا الدقيق يدوب واحدة واحدة. وممكن نخليهم كوبايتين حليب مع كوباية مَيّة زي ما انتم عايزين. واحدة واحدة كده لحد لمّا الدقيق يبتدي يتماسك معانا أو البشاميل يتماسك شوية، ونحط الإضافات بتاعتنا: معلقتين كبار من الجبنة الكريمي، وربع كوباية من كريمة الطبخ الاقتصادية اللي عملناها قبل كده مع بعض. هنتبل بملح وفلفل اسود طبعا خفيف خالص، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ او المرقة الفورية، ونقلب كله مع بعض. وخلاص كده البشاميل بتاعنا جاهز. يبقى قوامه وسط، مش تقيل ولا خفيف، بالشكل ده. حلو أوي كده. هنسقي بيه بقى البطاطس اللي احنا حشيناها بالشاورما عشان تكمل تسوية. هغطيها بشوية من الجبنة الموتزاريلا أو أي نوع جبن موجود عندكم، ممكن تعملوا ميكس من الجبن، وأدخلها الفرن التاني على الرف اللي في النص لحد بس ما الجبنة تسيح وكله كده يتشرب من بعض وتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. متخيلين طعمها كده والبطاطس مستوية ودايبة مع الشاورما مع صوص البشاميل والجبنة سايحة من فوق؟ خطيرة ومفيش حد بيختلف عليها، والصينية دي كلها هتخلص في ثواني. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، واستنوني على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.